السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الرضا والهنا والجمال، يا صباح كل حاجة حلوة. النهاردة زي ما انتوا شفتوا كده روتيننا بدأ من أول صلاة الفجر. صحيت، صليت الفجر الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم ديمها نعمة. نعمة ان انتي تصحي تصلي الفجر دي حلوة قوي وراحة نفسية جميلة جدا. بتفرق جدا عن باقي الصلوات. صلاة الفجر ليها طعم كده حلو قوي وراحة نفسية حلوة جدا. ربنا يديمها علينا ويديم إن إحنا نبدأ، يعني ننتظم في الصلاة ونصلي صلاة الفجر دايما يا رب ويجعلها نور لينا بإذن الله. هنا كده كنا جايبين بقى سندوتشات من بره وعملنا كده ايه السندوتشات مع كوباية شاي وطلعنا المخلل. بصراحة يعني هي كانت سندوتشات ايه عادية كده بس ما عجبتنيش قوي. يعني كان في سندوتشات فول ومسقعة، وفي سندوتشات جبنة بالطماطم وبطاطس. ف الحمد لله فطرنا وتمام، وقلت بقى ايه ندخل كده نعمل غدا سريع. كان عندنا هنعمل ايه النهارده، هعمل فرخة. فقلنا كده هنشويها. بصوا، هو المقطع بس كان اتحذف من عندي، فانتوا طبعا عارفين التتبيلة اللي هي بشرنا بصل وطماطم. بشرت بصلاية وطماطماية وحطيت عليهم توابل، وحطيت كمان كيس من مرقة الدجاج، وحطينا بقى التوابل بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وبابريكا، وحطيت اللهم صل على سيدنا محمد. حطيت خل وحطيت زيت، وكمان حطيت عصرة كده ايه من الليمون. طبعا كنت متبلة جنبي كنت قصدي نقع الفراخ جنبي بليمون وملح ودقيق. ودلوقتي في الوقت اللي انا سبتكم فيه ده شطفتها كويس وجبتها. انا بقى مقطعاها، مش مقطعها صغيرة ولا حاجة، مقطعاهم 8. بس هي الفرخة كانت كبيرة شوية، ف هتحسوا ان هي حجمها اكبر يعني، بس هتستوي معايا وتبقى زي الفل. وعايزه اقول لكم ان طعمها كان جميل جدا. خدت بقى التتبيله بتاعتي دي وحطيتها بقى كده على الفراخ. ابتديت ان انا ايه اغلفها كلها. انا الصدور عندي مقطعاها كده، مديها نغزات كده بالسكينه علشان تستوي معايا حلو. وجبت بقى الصينيه بتاعتي وحطيت بقى فيها ايه الفراخ بتاعتي. انا ما استنيتش على التتبيله ان هي تتشرب ولا اي حاجه، لا انا اشتغلت على طول وحطيتها في الفرن على طول. وكمان كان طعمها حلو جدا وكأنها قاعدة من بالليل مثلا. سبحان الله، يعني كان طعمها حلو قوي. الوقت ما فرقش في ان هي اتبلت وقت طويل ولا لا. تمام. خدت بقى التتبيله بتاعتي كده، وطبعا شلت بقى الحاجات دي، قلت اعملها ايه معايا في يوم تاني ولا حاجه. لما لقيت الفرخه كبيره كده فشلت الحوايج بتاع الفراخ مع عندي برضو 2 من قبل كده. وايه وقلت نعملهم في يوم تاني باذن الله. بس هدخلها بقى الفرن عندي. إيه، انا هسويها في الفرن ده اللي هو الفرن البلدي. طبعا هنا النار كانت عالية لان انا كنت مسخنة الفرن يعني، وبعدين هوطيها بقى خالص، هوطي الجناب وهسيب الارضية هي اللي عالية. وبعدين اول ما آه تبتدي ان هي تغلي معايا وكده هوطي الارضية معايا. شايفين هنا بقى كانت في نص الوقت كده كنت بفتح عليها اشوفها. ما شاء الله كانت ريحتها جميلة وقلب المكان. وكانت لسه ايه ما خدتش اللون كله ولا استوت، ما استوتش قوي. فسبتها شوية كمان وبعدين هرجع اوريها لكم تاني. هنا بقى كان خلاص الاكل استوى. الفراخ جهزت معايا وعملت معاها شوية رز كده بالشعرية في السريع كده ما صورتهمش. وعملت معاها شوية سلطة، وطبعا في ايه المخلل. وبس كده. جينا بقى بعد الغدا. كان عندي المطبقية دي اللي هي الصفاية اللي بتبقى على الحوض، مكركبة جدا بقالها فترة وعايزة ألم منها الحاجات، وعايزة اغسلها لانها حاساها ايه ان هي متوسخة كده ومش نظيفة قوي. فشلت بقى كده منها كل الحاجات الاطباق. انا عندي المطبقية دي وفي المطبقية التانية اللي هي ايه اللي هي اللي فوق الحوض الكبيرة. شلت منها بقى الحاجة كده وهبتدي ان احنا ايه نفضيها كلها ونغسلها كويس واغسل مكانها. هنا بقى اهو كنت ايه هاملة بقى بفضي مكانها. شايفين مكانها لا مبقع ولا فيه لون اسود ولا اي حاجة. في ناس لما بتسيبها فترة طويلة وبتسيبها المية بتدخل تحتها بتعمل لون اسود كده على الرخام، بيبقى شكلها وحش جدا. انا الحمد لله عشان بشيلها باستمرار ومش بخلي اي ما تدخل تحتها، ف مش بتتوسخ معايا يعني، مش بتعمل لون ولا حاجة. جبت بقى كده الاسبونشة بتاعتي دي، الليفة دي حلوة جدا كنت جايباها من شركة مكة. هما 2 مع بعض كده.
كنت جايباهم قبل كده مع منظف الدهون بتاع البوتاجاز وما استخدمتهمش، فاستخدمتها النهارده هي حلوة أوي ما شاء الله. جبت بقى البولة حطيت فيها ايه البريل بتاعنا مع شوية مية كده سخنة، وابتديت ان انا بقى غسلت الحتة دي كلها اللي هي الرخام والسيراميك، الحيطة بتاعت السيراميك دي، وشطفتها كويس جدا. وابتديت بقى جبت ايه اللمامة المية بتاعت المساحة بتاعت الازاز، ولميت بيها كده المية كويس جدا. وهبتدي بقى ان انا اجيب ايه شايفين كنت بقول لكم كان فيها تراب كتير جدا لان هي محطوطة هنا في المكان ده، والمكان ده تحت الشباك على طول، فبيدخل منه بقى كل الاتربة وكده. بس هي كلها اتربة بس ما فيهاش حاجة يعني ولا دهون ولا حاجة الحمد لله. شطفتها كده بقى ايه بالسبونشة والصابون وبس. وهغسلها هغسل بقى برضو التانية بقيتها يعني هفكها واغسلها. طبعا كنت بغسل بمية سخنة عشان شايفين البخار. انا بحب ايه في الشتاء كده يكون المية بدفي المية، علشان بحس ان المواعين والحاجة مش بتراقي كده طول ما المية ايه مش سخنة. بحس مش عارفة ليه كده يعني، بحس ان الدنيا ايه ما بتبقاش الرغاوة حلوة قوي ولا المواعين بتبقى نظيفة كده غير لما اغسل بمية سخنة. بس كده بقى فكيت المطبقية بتاعتي، وبقيت اخد بقى من البولة اللي جنب دي اخد منها كده الصابون اللي احنا عملناه، وابتدي اغسلها، وهفضل بقى لحد ما اغسلها كلها واشطفها. وبعدين نبتدي بقى نحط فيها ايه بقية الاطباق. تمام كده اهو. يلا بقى حطوا لنا لايك للفيديو، ما تنسوش لو مش مشتركة في القناة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك منا الروتين بتاعنا ان شاء الله. إيه انا ان شاء الله هنتظم معاكم باذن الله، ربنا المعين ان شاء الله. وهنتظم معاكم بقى ان احنا نشتغل في كل يوم كده ننزل فيديو ولا حاجة ان شاء الله، يعني ربنا يقويني وهنزل لكم باذن الله كل يوم فيديو. تمام كده. إيه غسلتها بقى كده اهو. وشوفوا بقى عايزين نتكلم في موضوع، يعني عايزه اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا اللي هو ايه موضوع انا نفسي مريت بيه، اللي هو ما تامنوش لاي حد بسهوله. مش ما تامنوش، الدنيا دلوقتي بقت وحشه جدا. الدنيا بقى فيها كل حاجه وحشه يعني. ما تتعلقيش بحد، ما تتعوديش ان انتي تبقي طيبة مع في كل الاوقات. يعني مش بقولك ان انتي تبقي وحشة، لا خالص. خليكي في الحدود، خليكي على البر، ما تدخليش في اي صداقة او اي علاقة مع حد بكل طاقتك. لا خليكي كده على البر. يعني مثلا ليكي اصدقاء ليكي معارف، خليهم معارف بس، ما تخليهمش صحاب وتحكي لهم وكده. لان انتي هتيجي في وقت هتتصدمي، هتيجي في وقت كده هتلاقي نفسك ان انتي انا مصدومة من الناس دي. انا ازاي الناس دي تعمل معايا كده؟ انا ازاي الناس دي تتكلم معايا تقول عليا؟ يعني هتلاقي نفسك ان انتي مصدومة بقى، وتتعبي وتتأثري وتاخدي فترة على ما تفوقي من اللي انت فيه. وقت ما تفوقي بقى هتعرفي ان انا كنت غلطانة، ان انا هتشوفي بقى الدنيا دي وبقد ايه هي وحشة. قد ايه الدنيا دي يعني يعني ازاي وحشة جدا، ما فيهاش امان، ما فيهاش صداقة، ما فيهاش حب، ما فيهاش حد بيحبني زي ما انا بحبه، ما فيهاش مثلا حد صريح معايا زي ما انا صريحة معاه. لا خليكي على البر، خليكي كده من بر يعني ايه. ما تتدخليش قوي الناس في حياتك، ما تديش تفاصيلك لحد، ما تأمنيش لحد برضو بسهولة. الدنيا ما فيهاش امان. إيه انا بس حبيت اكلمكم في الموضوع ده لان فعلا الموضوع كان مؤثر فيا جدا. وان انا كنت فعلا مش كنت يعني انا بحاول ان انا اتغير، بحاول ان انا ايه الموضوع ما يبقاش فارق معايا، وبحاول ان انا ابقى غير الاول بكتير. مش معنى كده ان انا هبقى وحشة، لا انا هبقى كويسة مع الكويس، وهبقى الوحش هبعد عنه خالص بقى. مش هشغل بالي بقى بان انا ايه ده وحش ليه، ده بيتكلم عليا ليه، ده بيعمل مش عارفه ايه. لا انا هخليني مع ربنا، ربنا هو اللي شايفني انا بعمل حلو ولا لا. ربنا هو اللي شايف، هو المطلع على كل شيء. فخليكي مع ربنا، متشغليش بالك بالناس خالص. آه وخليكي على البر، خليكي على البر علشان ما ترجعيش تزعلي، ما ترجعيش تتصدمي، ما ترجعيش تتعبي. محدش بيتعب مكانك، محدش بياخد الصدمة غيرك.
ما حدش بتوجع زيِّك. فالحمد لله على كل حال، بس أنا حبيت إن أنا أتكلم معاكم بالكلمتين دول، حبيت إن أنا أفضفض معاكم فيهم. الحمد لله طبعًا على كل حال، وربنا يا رب ما يوقعناش في ناس وحشة أبدًا، وربنا يخلّي لنا الناس الحلوة اللي في حياتنا كلها يا رب. هنا بقى بعد ما خلّصنا المواعين، رُحنا بقى نزلنا نجيب شوية حاجات، وطبعًا إيه، قُلنا نروّق على نفسنا كده وشربنا إيه، كوبايتين عصير. ف وجبنا بقى الطلبات دي، هي حاجات بسيطة جدًا بس إيه، مشتريات يوم يعني. نزلنا كده جبنا الفينو للولاد وجبنا الحاجات دي معانا. جبت البخور ده، عايزة أقول لكم ريحته تحفة، تحفة، ريحته قالبة المكان من قبل ما أفتحه. اسمه مسك الأمير. وجبنا ال الشيبس ده، وجبنا كمان تمر القصيم. أنتم طبعًا عارفينه وغني عن التعريف، حلو جدًا. أنا جبته للولاد كده عشان ياخدوا منه كده إيه، واحدة كده الصبح تديهم طاقة. العلبة دي كانت ب140 جنيه، والبخور كان ب50. وجبنا بقى البُن ده، ده من عطارة الحكمة عندنا في البلد هنا. هي عطارة كبيرة أوي وحلوة وكلها حاجاتها نضيفة وكويسة. ده ربع كيلو بُن محوج، عامل 130 جنيه. وجبنا الفينو بقى، وجبنا دبس الرمان ده كان عامل تقريبا 40 جنيه. وجبنا بقى كيس برتقان كده، انتوا عارفين الشتا بقى برتقان ويستفندي طول اليوم. فجبنا بقى كيس برتقان كده ايه، 3 كيلو ونص، كانوا عاملين 50 جنيه. وبس هي دي بقى مشتريات النهاردة. هنشيل بقى الحاجات دي مكانها، ونعمل بقى كوبايتين شاي كده ايه مع العشاء. كنا جايبين بقى كيس الشيبس ده، عملت هنا بقى كوبايتين شاي كده حلوين علشان نتعشى بقى بالكيكة اللي احنا عملناها مع بعض امبارح. بصوا فوائد بقى الكيكة والحاجات دي، ان احنا ايه، منها عشاء، منها فطار، منها الولاد ياخدوها معاهم المدرسة، منها ان انتي في اليوم، في نص اليوم كده، حد من الولاد جعان تديله حتة كده، فاهميني. فعملنا بقى كوبايتين الشاي، وقطعنا كده بقى الكيك بتاعتنا. هناخد كل واحد كده قطعة، وهنشرب الشاي بتاعنا، والحمد لله يكون يومنا خلص. وننام بقى عشان المدارس، عشان بنصحى بدري. وكده الروتين بتاعنا النهاردة وبس. هنحط بقى الكيك بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين، وهيكون طبعا الشاي معايا هنا اهو فصل. هصفي بقى الشاي ونتعشى وكده. ألف حمد وشكر ليك يا رب على نعمة اليوم الجميل، اليوم الهادي اللي عدى بسلام، الحمد لله. طول ما انت قاعدة قولي الحمد لله، الحمد لله ان يومي عدى على خير، الحمد لله ان في يوم، وفي أكل، وفي شرب، وفي حياة، حياة هادية، حياة بسيطة. بس وده كان روتيننا النهاردة. أسيبكم بقى في رعاية الله، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وأسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.